السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة حلويات وأطباق بسمة. اليوم راح نديرو وصفة البسكوي رولي اللي ما تحتاجش مقادير بزاف، ونقدروا نديروها غير بزوج حبات بيض. تابعوا الوصفة للآخر. نروحوا للمقادير تاع الوصفة تاعنا. نحتاجو 5 ملاعق فارينة، بالإضافة إلى 2 حبات تاع البيض، لافاني السائلة ولا الغبرة. نحتاجو لاغوم تاع الفراز ولا اي لاغوم تكون متوفرة عندكم. تحبوا تبدلوا ديروا بذوق واحد اخر، انا درت بذوق الفراز. وكذلك نحتاج لا شونتيي، انا استخدمت هذه تاع المرجان بزاف هايله. كذلك 5 ملاعق تاع الزيت، و5 ملاعق تاع حليب، بالإضافة إلى 5 ملاعق تاع السكر، وقرصة ملح، ونصف كيس تاع خميرة الحلويات. يعني كل حاجة نحتاجو منها 5 5 5. 5 ملاعق سكر، 5 ملاعق زيت، 5 ملاعق حليب، و5 ملاعق فارينة، بالإضافة إلى ديكوجال تاع الفراز. تقدروا كما قلت لكم تبدلوا، تحبوا ديروا أي نكهة عندكم، أي ذوق متوفر عندكم. أنا درت سوبر كريم تاع الفراز. نروح لطريقة التحضير. نفصلوا البياض عن الصفر. نحكم الصفر تاعي، نديرلو 5 ملاعق تاع الزيت، ونزيدلو 5 ملاعق تاع الحليب، ونزيدلو ملعقتين تاع السكر. نخلط كامل المكونات مع بعض. بعد ذلك نروح نضيف الفارينة، اللي هي 5 ملاعق تاع فارينة، ونزيد نضيف عليها نصف كيس تاع خميرة الحلويات. من جهة واحدة أخرى نروح للبياض تاعي، نضيف عليه قرصة تاع الملح، ونضيف عليه الكمية اللي بقات لي تاع السكر. درت 2 ملاعق تاع السكر في الصفر، 3 ملاعق سكر راح نديرها في بياض البيض. نطلع البياض تاعي بالباتيغ حتى لازم تولي لي كريمة بيضاء. شوفوا البنات، هنايا راه طلع لي هذاك البيض. لازم البيض تاعكم يكون بحرارة غرفة، لازم ما ديروهش في الفريجيدار، سينو ما راحش يطلع لكم. لازم يتشكل لكم هذا منقار العصفور، لازم يتشكل لكم البيض بهذا الشكل. اذا وصلتوا لهذه المرحلة اعرفوا باللي البسكويت رولي تاعكم راح ينجح لكم. هنا البنات بعد ما طلعت لي هذيك الكريمة، نروح نضيف عليها الخليط الاول اللي خدمته تاع صفار البيض، اللي درت فيه 5 ملاعق حليب، 5 ملاعق زيت، ودرت فيه السكر والفارينة 5 ملاعق. نروح نضيفه على الخليط تاع بياض البيض، ونبدا ندخل هذاك الخليط في بعضه من تحت للفوق هكا، باش ما تخرج لكمش الفقاعات وينجح لكم البسكوي رولي. هنا بعد ما وجد لي الخليط تاعي، نحكم بلان ندير فيه بابي دو كويسون. انا استخدمت هذا تاع وافا بزاف هايل. ونروح ندير فيه الخليط تاعي، ونحاول نسويه بيان تخي بيان. ومن جهة واحدة أخرى نكون شعلت الفرن تاعي على 180 درجة، أنا نشعله من الفوق ومن التحت. غير نشوف البسكوي تاعي بدا يحمر نطفي، متخلوش يحمر بزاف لاخاطش حيجيكم البسكوي تاعكم يابس. وهنا بعد ما وجد لي البسكوي تاعي، نحكم نحيه من بابي دو كويسون، ونبدا لوي فيه. انا هنايا ما نحيتوش، درت ديريكت
بصح نتوما لازم تنحوه باش تجيكم طريقة سهلة. انا هنايا حكمت ديريكت لويت البسكوي رولي تاعي وهو سخون هكا باش ياخذلكم لا فورم هادية بهذا الشكل. وهكذا نحطوه بجيه ونروحو نخدمو لا شونتي تاعنا. نطلعو لا شونتي عادي نقسموها على 2، نصف نديرو بذوق الفرز ونصف نخليه ابيض باش نديكوري بيه من الفوق، باش نديرو فوق البسكوي رولي تاعي. والنصف الاخر اللي درتو بذوق الفرز ندير به الحشو. لا شونتيي درت كيلة نتاع لا شونتيي ونصف كيلة تاع ما، يعني دايما نديرو الكيلة ونصف كيلة. لازم لا شونتيي تكون كتر من الماء والماء تاعكم لازم يكون بارد. بعد ما خدا البسكوي رولي لا فورم تاعو نروح نشربو. انا نحب نشرب البسكوي رولي باش ما يجيناش ناشف ويجينا طري. درت الشربات ديرو فيها كيلة نتاع سكر مع 2 كيلات نتاع ما. وديروا لاغوم تاع اي ذوق حبيتوه. ودرت نصف حبة تاع ليمون نديرهم بعد في بارد ونحطهم فوق النار غير يغلاو ونطفي عليهم، يغلاو شوية نطفي عليهم نجي نشرب البسكوي رولي تاعي. بعد ما شربت البسكوي رولي نروح نزيد ندير فيه الداخل الحشو اللي هو لا شونتيي هذيك اللي درت لها لاغوم تاع الفراز، وندير له كذلك ديكوجيل تاع الفراز. ندير شويه هكا باش يجينا المنظر كي نقطعوه يجينا المنظر هذاك شباب. هنا البنات كي تجو تغلقوه من الافضل تكونوا نحيتوه ديجا من البابي دو كويسون تاعكم باش تجيكم العمليه سهله. من الافضل تنحوه. بعد ما نغلقوه نروح نديروه في الكونجيلاتور، لازم يبرد مليح باش نقدروا نديروا له التزيين الاخير من الفوق. هنا البنات بعد ما برد عاودت جبدته درت له لاكوش الاولى لازم تكون رقيقه بهذا الشكل. تعاودوا ديروه في الكونجيلاتور وتعاودوا تجبدوه وتزينوه بالتزيين اللي حبيتوه. انا هنايا درت عاودت له لاكوش الدوزيام ودرت له فو بيستاج بهذا الشكل، ودرت بلا بوشادو هذوك الازهار. وكل وحده كيفاش تحب تزين البسكويت رولي تاعها. ان شاء الله نكون كنت خفيفه عليكم وما طولتش عليكم. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه لا فيديو تستفادوا منها وتجربوها باذن الله. دعموني بجيم واشتراك في القناه وخلوا لي تعليقكم الجميل، ومرحبا بكم في قناتي الجميله.